رشدي سعيد أباظة ولد سنة 27 في المنصورة. أبوه كان ضابط بوليس والأم إيطالية. بعد طلاقهم دخل رشدي مدرسة داخلية في الإسكندرية، كان بيلعب كمال أجسام وملاكمة. بعد كده جرب يدخل كلية الشرطة بس ما قدرش يكمل فيها وحول على كلية التجارة وما كملهاش. كان بيحب يروح يلعب بلياردو وشافه هناك صدفة المخرج كمال بركات، عرض عليه دور مع فاتن حمامة في فيلم المليونيرة الصغيرة، وكان في مشاكل مع الملك فاروق خلته ما يعرفش يشتغل. سافر رشدي أباظة وساب البلد وراح على إيطاليا، وكان بيتكلم 5 لغات، وده اللي شجعه وشغله هناك في أفلام في إيطاليا. وبعدها بكذا سنة رجع مصر واستعاد نجوميته بفيلم امرأة على الطريق. بعدها تنوع في الأدوار بين الكوميدي والدراما والرومانسي، ومن أشهر أعماله وإسلام